السلام عليكم. عايزين نتكلم عن أنوسة كوتة. صلى على النبي وكل من النبي صلي عليه. ويلا احكي لكم الحكاية. الأول عايزة أقول لكم مين هي أنوسة كوتة. أنوسة كوتة تعتبر أصغر مدربة أسود على مستوى العالم. تنحدر من أشهر أسرة مصرية بتعمل في ترويض الحيوانات، وخاصة الحيوانات المفترسة. أنوسة اسمها الحقيقي محاسن الحلو. هي بنت مدحت كوتة وحفيدة محاسن الحلو، عشان كده سموها محاسن على اسم جدتها، واسم الشهرة بتاعها أنوسة. أنوسة مواليد 88، يعني السنة دي عندها 37 سنة. اتجوزت من الموسيقي الجميل الراحل محمد رحيم، اللي توفى قريب قوي وهو لسه في ريعان شبابه. اتجوزته سنة 2018 بعد قصة حب كبيرة قوي جمعت بينهم. النهارده مش جاي احكي لكم عن قصة حياة أنوسة، لا، جاي احكي لكم عن واقعة كانت حزينة قوي ومؤلمة، حصلت في شهر إبريل الماضي، لما فرقة أنوسة كانت بتعرض في طنطا عرض للحيوانات المفترسة كالعادة. في عامل بيشتغل معاها اتعرض لإصابة بالغة، إن الأسد والعياذ بالله أكل دراعه، زي ما بقول لكم كده. بدل ما أنوسة تقف جنبه والناس كلها لما سمعت الخبر قلبها وجعها، أنوسة طلعت تقول ده هو اللي غلطان وهو اللي ما خدش باله، وهو والراجل كان حالته في المستشفى صعب جدا، والحمد لله لحقوا ان هو ما يموتش، بس فقد دراعه كله. تحولت الحالة أو القصة للنيابة، اللي حكمت فيها على أنوسة ب3 شهور حبس وغرامة 100,000 جنيه، بعد النيابة ما عملت تحرياتها وأسفرت إن في إهمال شديد من جانب أنوسة، اللي ما خدتش كل الاحتياطات اللي بيها تحمي الجمهور وكمان تحمي العاملين معاها في السيرك. العامل اللي بنتكلم عليه اسمه محمد عبد الفتاح، وشهرته محمد بسطويسي، اللي طلع وقال ان في بعض الاشارات بتكون بينهم ساعه العرض، وان انوسه ما عملتش الاشاره دي، اللي خلى الاسد هجم عليه في وسط العرض واكل دراعه. طبعا انوسه طلعت تدافع عن نفسها وتنفي الكلام ده كله، لكن طبعا النيابه مش هبله. بعد ما عملوا التحريات اتضح ان فعلا انوسه اهملت، وده اللي ادى لاصابه الراجل الاصابه البالغه دي. وطبعا اتحكم عليها زي ما قلنا ب3 شهور. للأسف مش عايزة أقول كده، بس الظاهر إن الناس اللي بتشتغل بعض الشغلانات دي بيبقوا قساة القلب، وبياخدوا بعض صفات الحيوانات اللي بيشتغلوا معاها، مع إن الحيوانات فيها حنية على بعضها أكتر من البني آدمين للأسف على بعضها. دي كانت همستنا النهاردة عن أنوسة كوتة، وأنا أختكم همسة، ودي قناتي، من فضلكم ادعموني عشان القناة تكبر. شكرا ليكم.